كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل حلويات المذبح، كبدة وكلاوي وقلب، الأكلة الرسمية لأول يوم العيد الأضحى. كل سنة وانتوا طيبين وفي أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب. تعالوا بقى نعملها بطريقة المصمت بالظبط. أحلى طاسة هتاكليها لحلويات المذبح بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ويا سلام بقى كمان لو معاها شوية بابا غنوج. ولو عايزة طريقة البابا غنوج هتلاقيها في الفيديوهات موجودة على القناة. قبل ما نبدأ بس لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في مطبخ بيبو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك الحلو منك علشان خاطر الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفاد. يلا نبدأ ونقول بسم الله. عندي كبدة مقطعاها مكعبات بقدر المستطاع، حاولت اقطع المكعبات قد بعض. وعندي كمان الكلاوي مقطعاها رفيع مش تخين عشان تستوي معايا بسهولة. وكمان القلب قطعته مكعبات صغيرة. واللي في النص دي لحمة بتيجي كده مع الحلويات، فانا قطعتها رفيع جدا وبتستوي بسرعة، مش بتاخد وقت في السوا خالص. والكبدة والقلب والكلاوي يا بنات مش بتتغسل، كل الحكاية ان انت هتعصري عليهم ليمونتين كبار وتسيبيها في مصفى كده تنزل الدم بتاعها خالص. الطريقة دي مش هتبقى زفرة، لكن لما هتغسليها هتفقدي قيمتها الغذائية. لو انت حابة بقى تحطي مخاصي، تحطي فشة، ده على حسب رغبتك. بس انا استخدمت هنا كبدة وكلاوي وقلب واللحمة اللي بتكون مع الحلويات. ومعايا كمان شرايح بصل، 3 بصلات كده حلوين قطعتهم شرايح. ومعايا في توم حبة حلوين كده محترمين. ومعايا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون. وبصوا بقى يا جماعة الاختراع القمر ده، بهار ال11 بهار ده من كنور. بصوا البهارات دي اصلا خطيرة خطيرة خطيرة. ومعايا كمان حتة ليا مقطعاها صغير جدا عشان ما تتحرقش مننا. انا بقى هنا هبدا اعمل التتبيله بتاعتي، هنزل بالثوم. وزي ما قلت لكم عايزه الثوم يبقى حبه حلوين يعني. وهنزل بقى بالكمون والفلفل الاسود والملح، انا ما كترتش اي بهارات. هنزل كمان بالفلفل الرومي بتاعي، انا قطعته طرنشات عشان يبقى سهل في الضرب معايا. وهنزل كمان بمعلقه من الهريسه اللي احنا عملناها مع بعض، هتدي طعم حلو جدا. بس لو انت مش عايزاها سبايسي ما تكتريش، يعني هي معلقه هريسه صغيره. وابدا بقى اضرب الكلام القمر ده مع بعض. مش عايزه بقى اقول لكم على جمال التتبيله دي وريحتها، هتقلب الدنيا معاكي وخصوصا كمان مع الاكله دي. طاسه سخنه على النار، هننزل بشويه زيت كده. وبعد كده هنزل بالليه، نزلت بالزيت عشان الليه ما تتحرقش. هوطي النار بقى مجرد ما الزيت يسخن، وهنزل بالليه هوطي النار عشان الليه معايا زي ما قلت لكم ما تتحرقش، لحد بس ما تبدا تتحمر معايا على نار هاديه وتنزل السمنه بتاعتها. انا مش عايزه اقول لكم برضو السمنه بتاعت الليه بتفرق قد ايه، بتدي طعم وريحه خطير. انت لو مش بتحبي تاكلي الليه كده ممكن تستبعديها، القطع بتاعتها بتكون واضحه. بصوا بقى بدأت الليه بتاعتي لونها يغير ونزلت سمنة بتاعتها. هفضل برضو اشوح فيها كده عشان تاخد اللون الذهبي كلها زي بعض كده. الليه بتاعتي استوت وخدت لون ذهبي كده حلو. هنزل بقى بمعلقه حلوه كده من التتبيله. انا مش عايزه اقول لكم الريحه قلبت الدنيا قد ايه. هشوح بس التتبيله دي كده بسيط وابدا انزل بقى بالمكونات بتاعتي. والله العظيم وانا بشوحها انا مش عايزه اقول لكم قلبت ريحه العماره ازاي. بصوا هنزل بقى باللحمه والكلاوي والقلب، مش هنزل بالكبده دلوقتي عشان الكبده ما بتاخدش سوا معايا، اما الكلاوي والقلب بيبقى محتاج سوا شويه. وابدأي بقى قلبي قلبي على طول على طول عشان كل القطع كده ايه تاخد لون واحد. اول ما القلب والكلاوي معايا هيستووا هبدأ انزل بالكبده. بصوا بدأ لونهم يغير اهو، برضو ما تقرصيش عليهم في السوا. انا مش عايزه اقول لكم الحاجات دي ما بتاخدش سوا كتير خالص. انتي لو اديتيها سوا كتير وفضلتي مخليها على النار بتقلب معاكي كده ان انتي بتحسي ان انتي ما بتاكليش
كلاوي او بتاكلي قلب او بتاكلي كبده، تحسي ان انت حاجه كده طعمها بيغير، وبتبقي بتاكلي حاجه زي الكاوتشي كده، سبحان الله. هي ما بتاخدش سوا خالص. بصوا بس كده انا عندي كده تمام. هنزل بقى بالكبده بتاعتي واقلب بقى تقليبه حلوه كده. اسكت بقى؟ لا والله ما اسكتش، اروح مدياها معلقه من التتبيله علشان تقلب الدنيا اكتر. انا مش عايزه اقول لكم قسما بالله وانا بعملها الريحه كانت قلبة الدنيا، حلوه بجد. هنزل بقى كمان بليمونه كده معصوره، برضو دي هتمنع معايا اي زفاره، وهتدي كمان للصوص الجامد ده طعم حلو جدا. هنزل بقى بالبصله الطرنشات بتاعتي ديت. انا هنا هنزل بيها مش هاخد يعني اقل كده من دقيقتين تقليبه، لان انا عايزه الخضار بتاعي احس بطعمه، مش عايزاه يدبل قوي، عايزه بس ياخد من الصوص القمر ده، بس ياخد طعم الصوص بس مش اكتر. فانت لو حابه ان انت تتبلي الخضار بتاعي سيبيه شويه اكتر. هنزل كمان بالفلفل الالوان بتاعي مقطع طرنشات احمر واخضر واصفر، ولو ما عندكيش فلفل اصفر واحمر مش مشكله خالص، ممكن تكتفي جدا بالفلفل الرومي الاخضر، برضه هيدي معاكي طعم حلو جدا. زي ما قلت لك بقى انا هقلب تقليبتين بس، انا مش عايزه الخضار بتاعي يستوي ولا يتدبل قوي، انا عايزه احس بطعم الخضار يا جماعه. الطبق بس لوحده يفتح النفس. بصي بقى انا هنا بوريكي حته الكبده بتاعتي، يعني بصي هي قريبه من الكاميرا تحس ان هي طريه مش ناشفه، ما نشفتش معايا، بس انا مش عايزه اكتر من كده عشان زي ما قلت لك ما ينشفش معايا، مش هيبقى طعمه لطيف خالص. هو كده زي الفل زي العسل. وتعالوا بقى علشان نقدمه بقى بشكل حلو ولطيف. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، خطير خطير بجد. بصوا احنا عملنا بابا غنوج مع بعض، هنزل لكم الطريقه لو حابه برضو مع سلطه الطحينه هيبقى طعمه حلو جدا. بس بقى نحط الجرجير كده في الرغيف، تقسمي الرغيف تدخليه كده لجوه بحيث يبقى مقسوم شقتين كده بس من غير ما نقطعه، وهحط الجرجير بتاعي، وهحط بقى من الحلويات الحلوه دي الكبده مع الكلاوي مع القلب. جربيها بقى بالطريقه دي هتعجبك قوي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين وفي احسن صحه وفي احسن حال، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بالف خير. خلصت وصفتنا النهارده، ولو عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وشير لاصحابك، ولو لسه مشتركتيش اشتركي في القناه وفعلي الجرس. والسلام عليكم.